هتكلمنا عن مين النهارده؟ حبيب قلبي، النهارده احلى حلقه، اكتر حلقه انا بحبها واقرب حلقه لقلبي، عشان بنتكلم عن اكتر حد انا بحبه في اخر 10 سنين في الحياه. شخص عمل انجازات فانت بتحبه، او شخص عمل شخص اداني امل في الدنيا انا شخصيا. تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل. من قريه صغيره اسمها نجريج، طفل اسمه بدأ يلمع في ملاعب التراب وفي شوارع القرية وفي دوريات الكورة المدرسية. طفل حريف معجون كورة زي ما احنا بنقول. كان بيحلم انه يبقى لعيب كورة. مش بس كده، ده كان حلمه انه يبقى واحد من اساطير اللعب، كابتن وقائد منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح، اللي كانت خطواته الاولى مليانة تعب وحياته مليانة لحظات صعبة، لكنه دايما كان شايف ابعد، شايف اوروبا، شايف القمه ومصدق نفسه. في اواخر فتره صلاح مع نادي تشيلسي كان كل شيء بيقول ان مستقبله في اوروبا تقريبا انتهى. ساعتها خد صلاح قرار ممكن يدفن اي لاعب كرويا، خد قراره المناخوليا انه يهرب. ايوه، يهرب من نادي تشيلسي، اكبر نادي في انجلترا وقتها، اللي كان فايز بالدوري الانجليزي وقتها تحت قياده واحد من اهم المديرين الفنيين اللي جم في تاريخ الكوره، جوزيه مورينيو. لكن ده ما كانش قرار مناخوليا عادي، ده من امتع القرارات المناخوليا اللي هنتكلم عنها في البرنامج. قبل القرار ده كل حاجه بدات بسرعه وبسيناريو ولا في الاحلام، بدايه من المقاولين العرب وبعدين انتقالوا لنادي بازل السويسري، النادي اللي اخذ معاهم الدوري وثلاث القاب فرديه، جائزه افضل لاعب في الدوري، جائزه اللاعب الاكثر شعبيه، وجائزه اللاعب الذهبي. ده غير الاداء المذهل اللي صلاح قدمه في دوري ابطال اوروبا وخصوصا ماتشاته قدام تشيلسي. صلاح كان بيجري وبيرقص وبيسجل في مدافعين تشيلسي وفي بيتر تشيك في دوري الابطال، ولا كانه بيلاعب نادي فاركو في كاس الرابطه، مع كامل احترامنا طبعا لنادي فاركو والكاس الرابطه. كان بيلعب من غير اي ضغوطات، يلعب للمتعه. بعدها يقرر جوزيه مورينيو في 2014 انه يتعاقد معاه في صفقه بالنسبه لمحمد صلاح كانت حلم، الانتقال للدوري الانجليزي. Premier League is fantastic league. This is my dream. I play in Premier League, but now I play in one of the big team in Premier League. It's fantastic. الصحافه العالميه كانوا متفائلين جدا بالنسبه للصفقه دي، كانوا بيقولوا ان الولد المصري الموهوب ده هيفرق جامد قوي مع تشيلسي. بس الصدمه هنا ان صلاح ما كانش لاقي لنفسه مكان، ولا في الملعب ولا حتى في الفريق. مورينيو مش بيلعبه وساعات ما بيبقاش في القايمه اصلا. المدرجات بدات تهمس وتسال هو فين صلاح، الصفقه العظيمه اللي قالوا عليها. والصحافه ابتدت تغير كلامها وتتريق على صلاح وتسخر منه وتقول ان جوزيه مورينيو ارتكب غلطه كبيره لما جابه لنادي تشيلسي. لاعب عنده 21 سنه في بلد غريبه ودوري غريب، وفجاه بعد ما كان بطل مهم جدا في سويسرا بقى قاعد دكه في تشيلسي. لكن تعالوا نقف هنا شويه. اي لاعب تاني هيقول لنفسه هو ده وقت الصمت والصبر، انا لسه سني صغير، استنى فرصتي يمكن تيجي والعب. هو انا مضايق نفسي ليه؟ انا باخد فلوس كتير وكمان انا بطل اقوى دوري في العالم مع تشيلسي. لكن محمد صلاح مش لاعب عادي، ولا هو موظف جاي يبصم وياخد المرتب اخر كل شهر. صلاح قرر انه مش هيستنى، قرر انه يهرب عشان ما يبقاش جزء من نظام بيقتله. صلاح قالها لنفسه في ليلته الاخيره في نادي تشيلسي، انا ما جيتش هنا اوروبا عشان اتفرج، انا جيت عشان اسيب اثر. في يناير 2015 طياره خفيفه شقت السما من انجلترا لايطاليا، محمد صلاح بيتنقل بالاعاره لنادي فيورنتينا الايطالي. الصحافه كتبت وقتها ان ده خروج مهين او هروب، والناس هنا في مصر قالت خلاص صلاح ركب الزحليقه وهيرجع على مصر قريب، والسنه الجايه هنشوفه يا في الاهلي يا في الزمالك، زي اي لعيب احترف بره وفشل ورجع تاني. والناس تانية قالت كتر الف خيره، دي اقصى حاجه ممكن يوصل لها لعيب مصري في الاحتراف. جمهور تشيلسي قال ان مستواه ما يناسبش اصلا انه يلعب في نادي زي تشيلسي. مورينيو نفسه قال على محمد صلاح انه كان عامل زي الطفل التايه في لندن. لكن صلاح قرر انه يتحدى وياخد كل الكلام السلبي ده دافع ليه، لانه مؤمن انه ربنا ما ادالوش موهبه قويه كده ولا زرع فيه حب اللعبه بالشكل ده عشان يجي اوروبا ويعمل تمثيل مشرف. القرار اللي اخده كان ضد كل حاجه منطقيه، لكن اوقات الجنون بيغلب المنطق. وفي اول ماتش ليه مع نادي فيورنتينا بيسجل صلاح وبيسجل في الثاني، وبتتوالى الاهداف الثالث والرابع والخامس. بعدها بيقود محمد صلاح فريقه علشان يخرج نادي توتنهام من الدوري الاوروبي ويخرج نادي اليوفنتوس من كاس ايطاليا. الصحافه الايطاليه وقتها قالتها بوضوح، جبتوه منين اللاعب ده؟ وازاي لاعب بالامكانيات دي هرب من تحت ايدين جوزيه مورينيو؟ لكن القرار ما كانش مجرد خطوه انتقال من نادي لنادي، ده كان اعلان من محمد صلاح انه مش هيموت على الدكه في نادي تشيلسي. وفعلا من فيورنتينا لروما، وكل خطوه كان بيعملها صلاح كانت طوبه بيبني بيها نفسه من جديد. في روما كسر ارقام وبقى من افضل اجنحه الدوري الايطالي، سجل 15 جون في اول موسم ليه، والموسم اللي بعده سجل 19 جون وصنع اكتر من 10 تجوان. سرعه، قوه، ذكاء، هدوء قاتل، كل دول اتجمعوا في شخصيه محمد صلاح. والانديه رجعت تاني تبص عليه، بس هو ما كانش مستعجل لحد ما جه صيف 2017 نادي ليفربول بيطلب التعاقد مع اللاعب محمد صلاح. الناس قالت دي مغامره، وما دام نجح مع روما ما يخليه معاهم. بس صلاح قرر انه يدخل الدوري الانجليزي تاني، بس المره دي من بوابه نادي ليفربول، ومش كطفل زي ما جوزيه مورينيو قال. رجع عشان يواجه شبح الدوري الانجليزي والفشل اللي شافه مع نادي تشيلسي. وفي اول ماتش ضدهم صلاح كان حاسس انه في معركه وانه بينتقم، سجل هدف وخرج من المعركه دي هو اللي منتصر. وهنا تبدا الحكايه الاعظم، حكايه نادي ليفربول الانجليزي ومو صلاح، ذا ايجيبشن كينج.
ومن اول لحظه في الريدز صلاح لقى نفسه قدام صراع جديد. النادي كان مليان نجوم كبار وليهم اساميهم زي كوتينيو وماني وفيرمينيو، وكل واحد ليه مكانته وليه جمهور، لكن صلاح ما خافش، بالعكس قرر انه يكون النجم الاول لنادي ليفربول، مش مجرد ترس في مكنه. ما احنا عرفنا بقى صلاح مش مجرد موظف، اهدافه وسرعته ببروده القاتل قدام الجون بدا ياخد بيهم مكانته واحده واحده. الجمهور الانجليزي اللي كان بيتريق عليه بقى بيهتف باسمه في المدرجات، وكأن قرار الهروب من تشيلسي كان اعاده ميلاد لمحمد صلاح. في الموسم الاول ليه مع ليفربول صلاح كسر كل التوقعات، سجل 32 هدف في الدوري الانجليزي، وده رقم قياسي ما حققوش حد قبله في الشكل الجديد للدوري الانجليزي، واخد وقتها جايزه افضل لاعب في انجلترا وجايزه افضل لاعب من رابطه النقاد الرياضيين، ومن بعدها توالت البطولات والانجازات والالقاب. دوري ابطال اوروبا 2019، الدوري الانجليزي 2020 اللي جماهير ليفربول كانت مشتاقه له بقالها اكتر من 30 سنه، والحقيقه ان صلاح متخصص في الحكايه دي، ده كان لسه مصعد مصر لكاس العالم بعد غياب 28 سنه، وكؤوس كتير بقى زي كاس الاتحاد وكاس الرابطه وكاس العالم للانديه، لكن الاهم انجازات محمد صلاح الفرديه اللي خلت اسمه محفور بحروف من ذهب في اوروبا. 4 مرات هداف الدوري الانجليزي 2018 و19 و22 و25، افضل لاعب في انجلترا من رابطه اللاعبين 3 مرات 2018 و2022 و2025، افضل لاعب من رابطه النقاد 3 مرات 2018 و22 و25. وللعلم اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الانجليزي اللي خد الجايزه دي 3 مرات هو محمد صلاح، متفوق بيها على كريستيانو رونالدو اللي خدها مرتين بس. دخل صلاح ضمن التشكيل المثالي للدوري الانجليزي 5 مرات من اصل 8 سنين لعبهم. افضل لاعب في افريقيا مرتين 2017 و2018، جايزه بوشكاش لاجمل هدف جونه في ايفرتون سنه 2018، واكتر لاعب افريقي يسجل اهداف في الدوري الانجليزي متفوقا على ديدي دروجبا. بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يحميك ويحفظك. وكل ده بيرجع لقرار مناخوليا واحد، قرار هروبه من نادي تشيلسي. لحد اللحظه اللي احنا بنسجل فيها الحلقه دي صلاح واصل ل 248 هدف مع نادي ليفربول، والعدد قابل للزياده طبعا، انتوا فاهمين. ماكينه اهداف لا تتوقف، صناعه مصريه، ميد ان ايجيبت. وبقى صلاح الهداف التاريخي للليفر في دوري ابطال اوروبا، وثالث هداف تاريخي للليفر والهداف التاريخي للافارقه في الدوري الانجليزي، ورابع هداف تاريخي في تاريخ الدوري الانجليزي كله اللي هو اقوى دوري في العالم. لكن مع منتخب مصر الحكايه يمكن تكون اصعب من حكايته مع اي نادي لعب فيه. صلاح كان شايل المنتخب على كتفه سنين طويله، يا راجل ده كان في خطه اسمها باصي لصلاح وهو هيتصرف. هو اللي رجع مصر لكاس العالم بعد غياب 28 سنه في يوم ما يتنسيش في استاد برج العرب ضد منتخب الكونغو سنه 2017. الماتش كان على اخره وفي اخره، ومصر محتاجه جون عشان تروح روسيا، البلد كلها واقفه على رجل، وكابتن مدحت بيتحايل على الحكم بيقول له ادينا حاجه بقى يا اخي. تريزيجيه استلم الكوره جوه منطقه الجزاء، هوب المدافع راح مشنكله، الحكم بيصفر ضربه جزاء، مصر كلها بتحتفل وحتى الدكه بتحتفل، احنا لسه ما جبناش جون. صلاح اخد الكوره بيحطها عند نقطه الجزاء، مستغرب انتوا بتحتفلوا على ايه يا جماعه، انا لسه ما جبتش الكوره جون، دي مجرد ضربه جزاء. ومسك الكوره وبقى قدامه حاجه من الاثنين، يا اما يحقق الحلم بتاع كل المصريين ونخش كاس العالم ونفرح كلنا، يا اما يموت واقفا زي روبرتو باجيو ونكمل حياتنا مع جون كابتن مجدي عبد الغني 30 سنه كمان. صلاح بيشوط، الكوره بتيجي جون، الاستاد بينفجر ومصر كلها بتنزل في الشوارع. والله وعملوا الرجاله ورفعوا راس مصر بلد. غنوا معايا يا جماعه. وقفوا وقفة رجاله مبروك لمصر ولولاد. انا اسف، اللحظة دي مش مجرد صعود، دي لحظة رجعت الأمل لجيل كامل. صلاح كمان وصل مع منتخب مصر لنهائي أفريقيا مرتين 2017 و2021، وسجل أكتر من 50 هدف دولي، وبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم، وعن قريب هيبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر بشكل عام. وعلى قد ما واجه اخفاقات مع المنتخب تحديدا في كاس افريقيا، الا اننا لسه مستنيين من صلاح كتير قوي. لكن السؤال المهم اللي بيطرح نفسه هنا، ازاي كل الارقام دي والبطولات دي ولسه ما خدش البالون دور؟ زمان كانوا بيقولوا ان صلاح لسه صغير وبيقابل منافسه شرسه جدا لما بيبقى قدامه او المنافس ليه حد زي ميسي او كريستيانو. دلوقتي بقى حجتهم ان صلاح كبر وعجز، واحنا لازم ندي المجال للمواهب الشابه. منتهى العنصريه الحقيقه، زي مبابي وهالاند اللي فرقع موسم ورجع مستواه قل تاني، وزي عثمان ديمبلي اللي تاريخه كله اصابات وما عملش غير موسم واحد خد بيه الجايزه. يا راجل ده رودري خدها. انا مش بنتقدهم، انا بس بحاول اوضح ان الموضوع مش مستوى فني والكلام اللي بيضحكوا بيه علينا ده، لانه منطقيا مفيش مبرر ان صلاح ما ياخدش الجايزه، لانه اثبت بالانجازات الفرديه والجماعيه ان هو من الاعظم لو ما كانش الاعظم في جيله، مستواه دايما ثابت. لكن انا من وجهه نظري ان الموضوع ليه ابعاد سياسيه وعرقيه تانية خالص، طبعا كلنا فاهمينها، لكن احنا بالنسبه لنا البالون دور هي اللي يزيدها شرف لما يكسبها النجم محمد صلاح. اتحول محمد صلاح من لاعب كرة منسي لأسطورة حية على الملاعب الإنجليزية،
ولحد دلوقتي بيكسر في الارقام القياسيه وبيعمل ارقام جديده اعتقد ان هي صعب قوي انها تتكسر قدام. قرار الهروب من تشيلسي ما كانش ضعف ولا لحظه يأس، ده كان لحظه وعي، لحظه حد بيشوف فيها اللي حواليه بيقعوا في الحلم لكن هو بيصحى منه. الناس بتزعل لما صلاح بيقول منتاليتي، يا راجل ده انت بتبقى شغال في شركه وطلعان عينك وما بتاخدش فلوس ونفسك تسيبها وخايف تاخد قرار زي ده. القرار اللي اخده صلاح ما كانش مجرد قرار اخده لاعب كوره، كان قرار من انسان عنده كرامه وعنده ايمان بنفسه حتى لو كان العالم كله فقد الايمان ده بيه، وده هو القرار المناخولي. لو عجبتك الحلقه اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولو تعرف شخصيه او قرار او تصرف مناخوليا تحب نعمل عنه حلقه يا ريت تسيبها لنا في الكومنتات. تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل. مو صلاح مو صلاح مو صلاح running round the wing.